فطرنا والساعة قربت على 5. قررت أنزل عشان أقابل الدكتور صاحبي حسب الميعاد بتاعنا، ووصلت في الميعاد. لكن المرة دي لما عرف إن بره ما قابلنيش بالترحاب زي المرة اللي فاتت، وأخد حالة كانت موجودة في المكان. استنيته وأنا مستغرب اللي عمله، لكن نظراته ليا وقتها وهو بيستقبل الحالة على باب أوضته في العيادة كانت غريبة نوعا ما. استنيت الحالة لحد ما خرجت من عنده ودخلت له. بصلي وشوية تانية كان بيبص في الأرض، وقال لي وهو عينه على الكمبيوتر اللي قدامه إنه عايز يوريني حاجة غريبة. وقفت جنبه وهو قاعد وقدامنا الكمبيوتر، ورجع لي شريط الكاميرات في العيادة، وشفت اللي ما كنتش أتخيله خالص، الطفل أسود. كان بيتنقل من أوضة للتانية جوه العيادة نفسها. صرخت وأنا منفعل: أنت بتعمل معايا كده ليه؟ رد عليا وحاول يهديني: هو مين؟ بصيت لصاحبي باهتمام وقلت له: معرفش، أنا فعلا معرفش هو مين. وأنا فعلا معرفش هو مين أو إيه ده. بكيت من اللي أنا فيه وأنا مش عارف كل ده بيحصل لي ليه. هديت شوية وسألته: ليه رجعت الكاميرات في اليوم ده بالذات؟ قال لي إنه جاله واحد من العيانين ودفع الكشف، ولما اتأخرت وأنا معاك المرة اللي فاتت ساب لي ورقة ومشي، وقال لي إنه هيجي تاني لما أكون فاضي. التمرجي يومها نسي يديني الورقة، فرجع تاني يوم اللي هو النهاردة واداني الورقة عشان أقرأ المكتوب فيها. مسك الورقة ولفها بهدوء علشان أقرأ الجملة. لقيت مكتوب فيها بخط واضح: في حاجات غير قابلة للشرح ولا تخضع للعلوم. بصينا لبعض بعدها، وبعد كده بصيت على الأرض واعتذرت لصاحبي على أي ضيق أو حالة خوف ممكن أكون سببتها له، وتملكت نفسي وفتحت باب العيادة ومشيت. وأنا راجع للبيت حاولت أجمع أفكاري بقدر الإمكان، لكن كنت متشتت. الحاجات اللي بتحصل دي مستحيل تكون طبيعية. فكرت أكتر حتى من قبل اليوم اللي ظهر ليا فيه الطيف. لقيت إن يومي كان طبيعي ما بين البيت والشغل والأصحاب لو في وقت. روتيني اليومي ما اتغيرش تقريبا من ساعة ما أبويا مات. طب إيه ممكن يكون السبب في كل اللي بيحصل ده؟ ما بقتش طايق البيت، ومحاولة التفكير في اللي بيحصل بترعبني، لدرجة إني شكيت في نفسي وقلت ممكن يكون عندي انفصام. لكن لو أنا مريض يبقى مين اللي ساب الورقة ومشي من عند صاحبي الدكتور؟ ده كأنه كان قاعد معانا وبيسمع اللي بيتقال وقتها. والناس اللي كانوا بيتخانقوا على أول شارعنا وطلعوا مش موجودين، طب ما هم كانوا بيتخانقوا على القط اللي عايش معاهم، وتاني يوم لقيت القط في الشارع. التورتاية اللي كانت على شكل شنطتي اللي اتقطعت من لهوجتي وأنا بفتحها وأنا خايف من الطيف، والطيف اللي دخل بيت عم إبراهيم وتاني يوم اتوفى. مستحيل كل ده يحصل بدون أسباب. من كتر التفكير لقيت نفسي قدام باب بيتنا. ما حسيتش بالوقت إن كان مر بسرعة ولا ببطء، ولا عارف وصلت إزاي. المرة دي فتحت الباب وطلعت وأنا غرقان في التفكير. استقبلتني والدتي وشافتني في الحالة دي وكانت زعلانة، واقترحت آخد أجازة ونسافر سوا عند خالتي نغير جو. رفضت في الأول بالرغم من إني واخد أجازة بالفعل ومش طايق البيت، لكن مفيش حد تواصلت معاه الفترة دي إلا واتضر أو حصل معاه حاجة غريبة. آخرهم صاحبي الدكتور اللي مشي من عيادته واحد ما نعرفش عنه أي حاجة، وساب ورقة مجهولة زيه. صحيح، هو صاحبي ليه ما عادش الكاميرات عشان يشوف ملامح الراجل ده ويعرف مين هو؟